وبنكمل حكايتنا بعد ما أميرة وصلت البيت وشافت الورق، وكانت مفكرة إن عمر اللي بيعمل كده. وقتها بتدخل عليها زينة بنتها وبتسألها هتقرب لعمر إمتى، وبتعرفها زينة إنها مش مدية أي فرصة لأبوها علشان يقرب منها. وساعتها بترد أميرة وبتعرف بنتها إن اللي حصل من عمر مش حاجة صغيرة علشان حياتهم ترجع تاني زي الأول. في نفس الوقت عمر بيسأل زياد عن منة لو كان بيحبها، وزياد بيعرف أبوه إنه دايما بيكون مرتاح معاها وبيكون عايز يقعد معاها طول الوقت. وساعتها عمر بيطلب من زياد إنهم يشتروا هدية ويروحوا لمنة البيت علشان يتعرفوا على أهلها كأنهم أصدقاء عادي. ولما بتوصل زينة بيطلب زياد من أبوه ويكملوا كلامهم بعدين. وأول ما بيخرج عمر بتكون أميرة منتظراه وبتعرفوا إنها قررت تساعده وهتقابل زينب مرات نجيب، وبتعرفوا كمان إن يحيى وصلها البيت النهاردة. وقتها عمر بيعرفها إنه ما سألش مين وصلها علشان تقوله، ولكن أميرة بتعرفه إنه حق يعرف عنها كل حاجة لأنه لسه جوزها. وقتها بيضحك عمر وبيعرفها إنها ما افتكرتش إنه جوزها غير عشان تقوله الحاجة دي بس، رغم إن كل واحد منهم في أوضة ووضعهم بقى مهزلة. فبتعرفوا أميرة إن هو سبب المهزلة دي كلها. وساعتها بيسألها عمر لو كانت هتنسى اللي حصل وتسامحه عن الغلطة اللي حصلت، ولكن أميرة بترد عليه إنه خلاص مفيش حاجة ما بينهم هترجع تاني زي الأول. تاني يوم الصبح أميرة بتطلب من دارين إنها تمسك قضية دكتور عماد، فبتوافق دارين وبتعرفها إنه مش لازم تاخد أي إجراء يضر المستشفى حتى لو كان في صالح دكتور عماد. وبتعتذر دارين لأميرة لما اتكلمت معاها في علاقتها بيحيى، وبتعرف أميرة إنها نسيت الموضوع خلاص. في نفس الوقت بتوصل أم شادي وبتكون منهارة جدا وبتتضايق جدا من دارين لأنها بتدافع عن اللي قتلوا ابنها، ولكن أميرة بتعرفها إنهم مستحيل يساعدوا أي حد كان السبب في موت ابنها. وبتطلب منها أميرة تساعدها علشان ترجع حق ابنها، وبتسألها لو كان شادي بياخد أي منشطات، ولكن بتعرفها أم شادي إن ابنها كان رياضي وبيروح الجيم ومش بياخد أي منشطات، وبتسيبها وبتمشي. في نفس الوقت رامز بيعرف أروى إنه قدر خلاص يخلص ليها كل الأوراق المطلوبة، وساعتها أروى بتسأل لو كان شغال مع دارين من زمان، وبتعرف من رامز إنه لسه محامي تحت الاختبار هو وأميرة. وقتها أروى بتعرف رامز إنه اللي هيكسب هتكون أميرة، وبتعرفوا إن أكيد يحيى مش هيسيب حبيبته تمشي من المكتب. وبنعرف إن أروى بتحاول تشوه سمعة أميرة في المكتب علشان تساعد دارين تقرب من يحيى. وفي المكتب أميرة بتعرف ولاء عنوان الجيم اللي كان بيروحه شادي، وبتطلب منها أميرة تعرف لو كان شادي بياخد منشطات أو أي حاجة في الجيم. في نفس الوقت زينة بتكون مع خالد وبتطمن عليه بعد ما سيف قدر يخرج أخوه من السجن، وبيعرفها خالد إنه لازم يشتغل لأن أخوه عليه وصولات أمانة ولازم يساعده علشان يقدر يدفع الفلوس اللي عليه. وبيطلب منها تحاول إنها تخلي زياد يقطع علاقته بمنة. وفي المكتب يحيى بيسأل أميرة لو كانت أخدت قرار في موضوع طلاقها من عمر، وبتعرفه أميرة إنها ما قدرتش تقول للأولاد أو عمر، وبيطلب منها يحيى إنها تعرف عمر على الأقل وبعدها ممكن تقول للأولاد. بعدها بنشوف ولاء في الجيم وبتلاحظ كابتن الجيم وهو معاه حد بيطلب منه منشطات، ولكن بتكون مش متأكدة وبتمشي ورا الكابتن، ولكن الكابتن بيدخل حمامات الرجالي. على الناحية التانية بنشوف أميرة مع زينب مرات نجيب، وبتطلب منها أميرة تساعدهم لأن بعد موت عزت مش هتلاقي حد يساعدها في قضية عمر، وبتسألها لو كانت تعرف حاجة يقدروا يضغطوا بيها على نجيب علشان يشهد معاهم في المحكمة. ساعتها زينب بتعرف أميرة إن نجيب طلق السكرتيرة لأنه ما بيعرفش وبيكون مش قادر يصدق إن العيب منه، علشان كده كل شوية بيتجوز واحدة وبيطلقها، وبتديها عنوان المعمل اللي بيعمل فيه نجيب كل التحاليل. وفي المكتب دارين بتسأل يحيى عن مشاعره لأميرة طول 15 سنة اللي فاتوا، وبيعرف يحيى إن مشاعره لسه زي ما هي بس كانت متجمدة، وبتسأله لو كانت أميرة ما ظهرتش تاني في حياته كان هيعمل إيه، فبيرد عليها إنه وقتها كانت مشاعرها هتفضل متجمدة زي ما هي. وفي البيت أميرة بتعرف عمر إنها بعد ما قابلت زينب قدرت تعرف إن نجيب ما بيعرفش ويقدر يضغط على نجيب في الموضوع ده علشان يشهد معاه، وبتديه عنوان المعمل علشان يقدر يضغط على نجيب. وساعتها عمر بيشكر أميرة وبيعرفها إنه بعد ما تخلص القضية هينفذ كل طلباتها. وقتها أميرة بتعرفه إنه بعد ما تخلص القضية هتطلب الطلاق، ولكن عمر بيعرفها إنه بعد ما كل أملاكه ترجع هيكتبها باسمها بس بلاش موضوع الطلاق. ولكن أميرة بترفض وبتعرفه إنه مش هيقدر يشتري جوازتهم بالفلوس. تاني يوم في المكتب ولاء بتعرف رامز إنها قدرت توصل للجيم اللي كان بيتمرن فيه شادي لعيب الكورة، وعرفت هناك إن كابتن مراد بيبيع منشطات ولكن بيبيعها في حمامات رجالي، ومحتاجاه يروح الجيم معاها علشان يقدر يدخل للكابتن مراد ويطلب منه منشطات، فبيوافق رامز إنه يساعدها. في نفس الوقت بنشوف سيف مع عمر بعد ما قدر يجيب التحاليل اللي تثبت إن نجيب مش بيكون قادر جنسيا، وساعتها عمر بيقول لسيف إن الورق ده آخر خيط ما بينه وما بين أميرة،
وبيعرف سيف إن أميرة طالبة الطلاق بعد براءة عمر، وساعتها سيف بينصحه إنه ما يفكرش في أي حاجة الفترة الجاية غير القضية بتاعته بس. في نفس الوقت بتكون أميرة مع هنا وبتعرفها هنا إنه زياد متعلق بمنة وبقى بيخرج معاها كتير قوي، وكمان خدها كوبري عشان يخرج مع منة خروجة السينما. ولكن أميرة بتتضايق من كلام هنا لأنها بكده بتكون بعيدة جدا عن زياد ابنها وما تعرفش أي حاجة عن حياته. بعدها بنشوف منة وهي قاعدة مع نادر، وبتكون خرجت مع هنا وفادي علشان تقدر تصور فادي وتوريه نادر، وبتعرفوا منة إن فادي بيحب هنا جدا. ولكن هنا بتكون مكبرة دماغها من فادي الفترة دي، وقتها بتطلب منة من نادر يدخلها معاه الفيلم الجديد. في الوقت ده بنعرف إن منة بتستغل نادر كمان في وصوله لهنا. بعدها بنشوف رامز مع ولاء في الجيم وبيكونوا منتظرين كابتن مراد، وساعتها بتسأل ولاء عن دكتورة نهى ليه ما بقتش تيجي المكتب، وبيظهر من كلامها إنها بتغير على رامز، وبيعرفها رامز إن نهى بتجهز ورقها علشان تسافر أوروبا. وقتها بيوصل كابتن مراد الجيم، وبيعرف رامز إن محتاج أي حاجة علشان يقدر يعمل فورمة في خلال 3 شهور، وبياخد كابتن مراد رقم رامز وبيعرفه إنه هيكلمه بعد يومين. وفي البيت زينب بتطلب من أبوها يساعد خالد أو يشوف له أي شغلانة علشان يقدر يساعد أخوه في وصولات الأمانة اللي عليه. بعدها بتوصل أميرة وبتطلب من زينة تنام علشان المدرسة، ولما عمر بيطلب منها تاكل كيكة معاه بترفض أميرة، وبيعرفها إنه زمان ما كانتش بتسيب أي قطعة كيكة ليه. وساعتها بترد عليه أميرة إنه بلاش يتكلم عن أيام زمان، وبتطلب منه يبطل موضوع الورد. وقتها بيسأل عمر عن الورد والكروت اللي بتتكلم عنهم أميرة، فبتعرف أميرة إن عمر مش بيبعت ليها أي ورد أو أي كروت. بعدها بنشوف أميرة وهي بتطلب من حماتها سلوى إنها توفر الفلوس وبلاش تجيب ورد تاني لأنه ده مش هيغير أي حاجة. على الناحية التانية بنشوف ولاء مع رامز في مطعم، وساعتها رامز بيعرف ولاء إنه يحيى بيحب أميرة من أيام الجامعة، وممكن وقتها تاخد مكانه في المكتب وما يكونش ليه أي فرصة يقعد معاه. ولكن بترد عليه ولاء وبتعرفه إنه أكيد عارف أميرة كويس بحكم شغله معاها، وإنها مش هي الست اللي ممكن تعمل كده. وبتعرفه ولاء إنه عشان يحافظ على مكانه في المكتب لازم يشتغل كويس. وبيقطع كلامهم تليفون من كابتن مراد اللي بيعرف في رامز إنه جاب له كل حاجة محتاجها. وقتها رامز بيطلب من مراد يجيب له دواء أكسكيدون، وبرد عليه مراد إنه الدواء ده معاه وأول ما يجي يبقى ياخده. تاني يوم الصبح بيوصل عمر لنجيب وبيطلب منه يشهد معاهم في المحكمة عن الرشوة اللي أخدها عزت، ولما بيرفض نجيب وبيفكروا بالشيك ساعتها بيديه عمر التحاليل اللي قدر يوصل لها. وقتها بينصدم نجيب وبيعرف عمر إنه مش هيتورط في أي حاجة لأنه هيقول إنه كان موجود وقت ما عزت أخد الرشوة، وبيهدده إنه لو ما عملش كده هيبعت التحاليل لمعتز سليم، وقتها ما هيصدق معتز إنه يفضح نجيب. في نفس الوقت بنشوف دارين وهي بتحكي لأروى عن أميرة وإنها قررت تتطلق بعد ما عمر يطلع براءة، وبكده هيكون ارتباط أميرة بيحيى سهل جدا. وساعتها أروى بتعرف دارين إن المفروض كان من الأول طردت أميرة، وبتقول لها أروى ممكن تخير يحيى ما بينها وما بين أميرة. ولكن دارين بتكون عارفة إنها هتكون خسرانة لأن يحيى بيحب أميرة من أيام الكلية، وبيقطع كلامهم وصول يحيى وبيطلب من دارين تحضر معاهم الميتينج. في نفس الوقت رامز بيكون مع كابتن مراد بعد ما جاب له دواء أكسكيدون، وقتها رامز بيكون مسجل له كل حاجة، وبيعرف كابتن مراد إنه التسجيل ده هيروح النيابة لو ما قالش الحقيقة، وبيسأله لو كان شادي بياخد الأكسكيدون منه، فبيعرفه مراد إنه شادي كان بيبعت واحد صاحبه عشان ياخد له كمية كبيرة من الأكسكيدون. بعدها بنشوف أروى هي مع يحيى وبتسأله أروى إزاي محامي شاطر كده ومش واخد باله من اللي بيحبوه. المفاجأة إن يحيى بيعرفها إنها تقصد دارين. ساعتها أروى بتسأل يحيى من إمتى هو عارف مشاعر دارين ناحيته، فبيعرفها يحيى إنه محامي شاطر جدا وأوقات كتير ناس بتجيله وهي مخبية حاجات كتير جواها، وهو بيعرفها علشان كده بيقدر يساعدهم. وبيعرف أروى إنه مش بيقدر يشوف دارين أكتر من صديقة وشريكة معاه في المكتب، وبيطلب من أروى إنها ما تعرفش دارين أي حاجة عن الكلام اللي حصل ما بينهم. في نفس الوقت أميرة بتعرف زينة وزياد إنها قررت تنفصل عن عمر بعد ما القضية تخلص ويطلع براءة. وقتها زياد بيتضايق جدا، ولكن زينة بتسأل أمها لو كانت أخدت القرار لوحدها، فبتعرفها إنهم من حقهم هم كمان يكون ليهم قرار في حياتهم. وبتعرف أميرة إنها قعدت مع عمر وأخدوا القرار خلاص واتفقوا على كل حاجة. وبتسألها زينة لو كان اتفق هيقعدوا مع مين ومين يشوفهم كم مرة في الأسبوع. وساعتها زينة بتطلب من أمها توعدها إنها مش هتتجوز، ولكن مش بتقدر أميرة ترد عليها. في نفس الوقت عمر بيكون مع خالد وبيعرفه إنه عارف كل حاجة عن الفيديو اللي صوره زياد ومنة ليه. وقتها عمر بيعرف خالد إنه لو قرب من ابنه زياد مش هيسيبه وهيدمر حياته، فبيعرفه خالد إنه مش هيعمل حاجة وإنه اتغير خالص من بعد موضوع الفيديو. وبيطلب من عمر إنه يخاف على زياد من منة، وساعتها بيقول له إن علاقته بزينة مجرد أصدقاء. وقتها بيصدقه عمر وبيقرر يساعده علشان يلاقي شغل. في نفس الوقت
أميرة بتحاول تفهم زياد الموضوع وإنها حبت تعرفه دلوقتي أحسن ما يعرف وقت الطلاق، وبيعرفها زياد إن أبوه عمل حاجات كتيرة عشان تسامحه ويرجعوا تاني زي الأول، وبيطلب من أمه إنها تسامح أبوه. وساعتها أميرة بتعرف زياد إنها لو كملت في الحياة دي مش هتكون سعيدة، وبيرد عليها زياد وبيعرفها إن هو وأبوه وزينة هيكونوا مبسوطين من وجودها معاهم، وبيطلب منها تسامح أبوه. ولكن بتعرفه أميرة إنها مش قادرة تسامح عمر على خيانته ليها. في نفس الوقت سلوى بتكون قاعدة مع هنا وبتطلب منها إنها بلاش تشجع أميرة على فكرة الطلاق من عمر. وساعتها هنا بتعرفها إنه أميرة مش مبسوطة مع عمر ومش قادرة تنسى خيانة عمر ليها، ومن حقها تطلب الطلاق عادي. تاني يوم الصبح بتوصل ولاء وبتعرف أميرة بالقضية الجديدة واللي بتكون لإسكندر. وقتها الشرطة بتكون اتهمته بقتل مراته جانيت، ولكن المحكمة طلعته براءة. وبعد مرور سنتين القضية بتتفتح تاني لأن بنت جانيت بتكون مقدمة بلاغ في اسكندر. في نفس الوقت بيوصل دكتور عماد بعد ما أميرة قدرت تثبت براءته، بيطلب منها تمسك قضية عايز يرفعها على المستشفى بعد ما فصلوه من الشغل. وبتعرف أميرة إنهم بيكونوا ماسكين قضايا المستشفى ومش هتقدر ترفع قضية على المستشفى، ولكن هتحاول تساعده. في نفس الوقت أروى بتعرف رامز إنه بعد ما يمشي من المكتب ممكن يجي يشتغل معاه، وبتعرفه كمان إن يحيى مش هيسيب أميرة تمشي من المكتب لأنه هيتجوزها. وساعتها بتبوظ سمعة أميرة أكتر قدام رامز، وبتعرفه إنها متضايقة جدا من أميرة لأنها ست خاينة وقدرت توقع يحيى. وبتقول له الكورة دلوقتي في ملعبه يقدر يعمل أي حاجة، وبتكون بتلمح له علشان يبوظ سمعة أميرة في المكتب. بعدها بنشوف دارين ويحيى وبيطلبوا من أميرة إنها تمسك قضية اسكندر لأنها تكون المحامية بتاعته، وبتوافق أميرة إنها تمسك القضية. بعدها بتقعد أميرة ويحيى مع اسكندر علشان يعرفوا منه تفاصيل أكتر عن القضية. وقتها أميرة بتسأل اسكندر لو كان قتل مراته جانيت فعلا، وبتطلب منه يقول الحقيقة علشان تقدر تساعده، ولكن بينكر اسكندر قتل مراته لأنه من وقتها وهي جثتها مختفية. في البيت زياد ومنة وهم بيذاكروا بيوصل عمر وبيطلب من منة إنهم يجوا البيت عندها علشان يتعرفوا عليها أكتر، ولكن بترتبك وقتها منة، ولكنها بتحاول إنها ما تظهرش ده، وبتتخض أكتر لما عمر بيعرض عليها إنه يساعد جوز خالتها. فبتعرفوا منة إن القضية خلاص خلصت على كده، ولكن بيأكد عليها عمر إنه بعد ما يقابل خالتها هيقدر يساعدهم في قضية جوز خالتها. في نفس الوقت يحيى بيعرف أميرة إنهم بكرة هيكونوا في بيت اسكندر، وساعتها أميرة بتعرفه إن ميعاد الجلسة بتاعة عمر هتكون بكرة. وقتها بيطلب منها يحيى إنهم بعد الجلسة يتحركوا على بيت اسكندر، وساعتها يحيى بيسأل أميرة لو كانت هتتجوزه بعد الطلاق من عمر وبيبوس إيديها، ولكن رامز بيكون شايف اللي بيحصل وهيبدأ يصدق كلام أروى. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.